احنا الحمد لله تم التصديق من معالي وزير الزراعة ان المعرض يبقى معرض دائم ويستمر العرض فيه على مدار السنة آه، الى ان نستعد لمعرض الزهور القادم ان شاء الله 2027. بنتشرف طبعا بالزيارة كلها، ان في 100 عارض او اكتر من 100 عارض على مساحة حوالي 15,000 متر جوه المتحف الزراعي المصري، معرض دائم للزهور ان شاء الله. أهمية استمرار يا فندم المعرض بالنسبة للعارضين وبالنسبة للجمهور. طبعا زي ما قلت لحضرتك هو منصة بيع مباشرة للجمهور، فطبعا أرخص الأسعار، تنوع رهيب في نباتات الزينة، النباتات الطبية، أشجار الفاكهة، كل ما هو يخص الزراعة ومستلزمات الزراعة. الإقبال عامل إزاي يا فندم؟ الإقبال اللي مازال شديد، هو يعني طبعا أقل حاجة بسيطة من معرض الزهور، ولكن الإقبال مازال مستمر يعني الحمد لله. أصلا الناس مهتمية دايما بالظهور، فلما يلاقوا مكان وعرض دائم حاجة تبع وزارة الزراعة هتكون أضمن وهتكون أرخص كمان. بصي، الشعب المصري بطبيعته هو مهتم جدا بالزراعة، دايما بيحافظ على الصيص زرع جوه البلكونة، فوق السطح، قدام البيت، قدام باب البيت، اذا كان نبات ظل او اذا كان نبات شمس. فدايما انا يعني كلنا عندنا الصيص زرع، فطبعا في فرحة كبيرة جدا باستمرار هذا المعرض يعني. هو المعرض زهور مستديم طول السنة حضراتكم، وفي أنواع زهور مستديمة حضرتك وفي أنواع مش مستديمة. ونصيحة لكل أي حد مستهام بالزهور، فالزرع ياخد مية يوم بعد يوم عشان درجة الحرارة، وفي زرع ينفع اندور وأون دور. فعشان كده الأون دور ممكن 3 أيام في الأسبوع ياخد مية بس، وباقي الزرع هيتكل في الشمس يوم بعد يوم مية. فعشان كده يعني. وإيه أنواع بقى الزهور اللي عندك إيه؟ انواع الزهور الجارونيات شغاله، وشغاله البتونيا حاليا، وشغاله الوينكا، وشغال السارو، وشغال السكاس، وشغاله النيفينالا والاوجستات، وفي برضه فيكس بنجامينا، وجميع انواع البونزيات موجوده. والناس اللي بتحب تزرع بقى الريحان والنعناع داخل البيت. طبعا الحياة الاعشاب دي لازم كل بيت يبقى حياتك فيه منيها. الريحان زي العطر زي الروزماري زي اللافندر زي مسك الليل، فكل الحاجات دي يعني بتدي حاجه حلوه يعني بمعنى اصح. متوسط الأسعار. 15 25 30 هي الاسعار كده اصلا. الناس اللي بتزرع في البيت بقى أبرز النصائح اللي بتقولها تقول لها إيه؟ طبعا اللي بيزرع في بلكونه غير لما يزرع في حديقه او في جنينه. بتاعت البلكونه دي ليها حاجات معينه، ممكن ياخد عطر روزماري نعناع بتونيا بنصي جارونيا عامر. فهي دي اللي هياخد في جنينه حضرتك بيجي ينقي الحاجات التقيله اللي زي الاراليا زي البونزاي الياباني زي الاوجستا، بياخد برضه زي الاريكا الصفراء او اريكا حمراء. فالحاجات زي الروكا الكريستاتا والادينيوم، في حاجات كتير برضه جميله جدا بتبقى في الحدائق، وفي حاجات لازمه للبلكونه. الاحجام الكبيره في الحدائق، طبعا الحاجات الصغيره بتبقى في بلكونات معظمها. المتاحف جميعا متاحة من الساعة 9 للساعة 3، معرض الزهور متاح من الساعة 9 صباحا للساعة 9 مساء. عايزين نصائح من حضرتك للجمهور المصري، وخصوصا مع خلاص النهار يعني بدأت الأجازة رسمي مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة والجامعات، تقول لهم إيه يا فندم؟ وخصوصا إن المتحف الزراعي بيشمل معرض الزهور ومتاحف متنوعة. طبعا انا بدعو كل المصريين لزيارة المتحف الزراعي، فعلا استمتاع رهيب وجمع ما بين الحاضر والماضي، هيشوف آثار بلده، هيشوف كمية متنوعة من الزهور، وإن شاء الله في مخطط لعمل ورش يعني أسبوعية لجذب الزيارة جوه المتحف الزراعي.